طائرة تقلع من الداخل وتحدد أهدافها بدقة. أسرار بي 600 مخترقة صفوف العدو. طائرة الإنذار المبكر. نشر الموقع الرسمي لشركة AIA صورة طائرة الإنذار المبكر من طراز بي 600 مع خريطة المغرب كسيناريو لشرح أداء الطائرة، حيث توضح الصورة إقلاع الطائرة من الدخلة المغربية وقيامها بتحديد أهدافها بدقة. وتلقب طائرات بي 600 بعين إسرائيل التي لا تنام، وهي من أحد أهم أسلحتها الحديثة، وهي طائرة بإمكانها كشف ترسانة العدو الحربية وأسلحته الثقيلة جوا وبحرا. تم تجهيز الطائرات برادار حديث نشط ممسوح إلكترونيا AESA من الجيل الرابع كمستشعر أساسي، وتم تجهيز الرادار بقدرات متكاملة لتعريف العدو، كما أنها تتوفر على صورة موسعة للوضع الجوي من خلال مراقبة النشاط الجوي في مناطق خارج تغطية الرادارات الأرضية. ويمكنها أداء مهام مختلفة مثل كشف الدفاعات الجوية والإنذار المبكر والقيادة والتحكم وتحسين كفاءة أسطول المقاتلات والدفاع الإقليمي والمراقبة البحرية. يمكن دمج طائرات بي 600 مع مجموعة كاملة من أنظمة الاستشعار والتحكم الرقمي مع قدرة استقبال تحذيرات الرادار، القيادة والتحكم، مجموعة اتصالات شاملة بما في ذلك شبكات البيانات وروابط الأقمار الصناعية، ومجموعة قوية للحماية الذاتية. يذكر أن المغرب سبق وحصل على طائرات من نوع جي 550 الأمريكية المتخصصة في التجسس والإنذار، وسبق لشركة AIA أن قامت بالترويج لمسيرات وأنذر بصورة من المغرب، وهو حاليا في الخدمة لدى الجيش المغربي، مما يشير أن طائرة الإنذار المبكر من طراز بي 600 قد تعاقدت عليها المغرب. من جانب آخر، سبق للمغرب أن يقتنى مؤخرا 150 طائرة بدون طيار من طراز وأنذر بي وتوندر فيتول، كلاهما من شركة تصميم شركة بلو بيرد الإسرائيلية. موقع الفودرون المتخصص في أخبار طائرات الدرون عبر العالم كشف أن جزء من إنتاج هذه الطائرات بدون طيار سيتم في المغرب. ووفق المصدر ذاته أن الطائرات المذكورة لها مهام متعددة، بينها الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ليلا ونهارا وتوفير صور وفيديو عالي الدقة، مع ميزة تحديد الموقع GPS والخرائط التكتيكية التصويرية عند الطلب. وسيتم إنتاج هاتين الطائرتين سيتم في المغرب وفقا للاتفاقية المبرمة بين المغرب وإسرائيل في فبراير 2022 لتزويد المملكة بمنظومة باراك MX للدفاع الجوي والصاروخي مقابل $500 مليون.